السلام عليكم أعزائي. لمحبي الأطباق الغربية اليوم أقدم لكم الدجاج مع الكريمة. المكونات المطلوبة: صدر دجاج، بصل، فلفل أخضر، سمسم مهروس، وزيت، ملعقة صوص الصويا. أما البهارات المطحونة: قرنفل، هيل، فلفل أبيض، ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، والملح. وأحتاج قطع من التوست. أما الصلصة اللي أحضرها هي كأس من جبن كريمي، وعلبة قشطة، وجبن موزاريلا. أول خطوة أسويها: قطعت الدجاج قطع صغيرة، حمستها بالطاوة تغير لونها ونشف المي اللي بيها، أضيف لها المي الكافي على مود يستوي. بطاوة أخرى حمست البصل والفلفل الأخضر وسن الثوم المهروس. طبعا لضمان جودة الأكل أني أخلي يعني صدر الدجاج أو أي اللحم حتى دائما أحمسه على صفحة على مود أي زفرة ما تبقى بيه. بعدين هسه خلطت الطاوتين معا، يعني الفلفل الأخضر اللي حمسته ويا الدجاج، وخليت البهارات الموجودة وصوص الصويا أقلبه شوية، يعني يبقى على النار إلى أن شوية يحمر صدر الدجاج، وتكون هيجي حضرنا الحشوة. هسه بدي أحضر قطع التوست. أقص الحوافي مالتها وأفكها بالشبك، يعني أخففها، وأرصفها بقالب البايركس، وأضيف عليها الحشوة. بعد ما خليت الحشوة أجيب طبقة ثانية من التوست وأغطيها بصلصة متكونة من كأس جبن كريمي وعلبة قشطة وجبن موزاريلا. أول شيء أخلي الخليط مال الجبن وعلبة القشطة، وبعدين على الوجه أضيف جبن الموزاريلا. أدخلها الفرن يعني مسخن مسبقا، وأخلي بس من الأعلى مفتوح عليها النار إلى أن تشقر، ونقدمها وبألف عافية. بالنسبة للحوافي مال التوست اللي قطعتها، هستفاد منها لعمل مطحون البصل. أسخن الفرن وأخليها لمدة 5 دقائق، وأطفي الفرن وأتركها لثاني يوم، حتكون مقسبة وسهلة تطحن بهذا الشكل.